السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دلوقتي في محطة الغردقة ومعاك محمد الجود من شارع المدارس، من قلب مدينة الغردقة. شارع المدارس وشارع شيري وشارع الباشا والهضبة، هم دول عصمة البلد، هم دول قلب الغردقة، النابض، المنطقة والمربع التي لا تنام. شارع المدارس يعني الحيوية، يعني النشاط. شارع المدارس منطقة شيري، جنبك على طول شارع شيراتون الرئيسي، الشارع السياحي الشهير. شارع المدارس تقدر من اي شارع جانبي هنا على بعد 5 دقايق مشي على الاقدام هتبقى في شارع شيراتون والبحر والشواطئ. شارع المدارس وشارع شيري وشارع الباشا ومنطقة الهضبة، المربع ده مربع تجاري مصيفي استثماري درجة أولى. عايز تعمل مشروع تجاري، هو المربع ده. معاك قرشين وعاوز تاخد استوديو أو تاخد شقة تفرشها وتأجرها باليوم، هو المربع السكن اللي احنا واقفين فيه ده. المنطقة اللي احنا واقفين نصور فيها دلوقتي ليل نهار شغالة. المنطقة اللي احنا واقفين فيها دلوقتي أكبر منطقة في البلد، متكدسة بالسكان والمحلات، منطقة تجارية استثمارية مصيفية زي ما تقول قول. لدرجة ان انت لو عندك شقة فاضية النهاردة في المربع ده الناس بتدور عليها، هتشتري شقة او استوديو وتفرشهم فرش نظيف وهتأجرهم باليوم وبالاسبوع، هي المنطقة دي والمربع ده. عايز تشتري محل تجاري وتأجره لحد يدفع لك ايجار شهري يجيب لك عائد شهري كويس، هي المربع، هو المربع ده والمنطقة اللي احنا واقفين فيها دي. عاوز تأجر محل وتعمل مشروع في الغردقة، هو المربع ده اللي هو مربع شيري والمدارس والباشا والهضبة. النهاردة معانا عمارة للبيع. العمارة مش موجودة في الشارع الرئيسي اللي احنا واقفين فيه، العمارة موجودة في شارع متفرع من شارع المدارس. مواصفاتها ايه؟ المساحة 150 متر، 3 أدوار، ومعاك رخصة تبني من الصبح الرابع والخامس. الدور الأرضي محلات، والدور الثاني والثالث متشطب، كل دور على عبارة عن شقتين. يعني انت كده عندك الحصيلة ايه؟ العمارة 3 أدوار، الدور الأول محلات، الدور الثاني والثالث كل دور فيه شقتين، يعني فيها 4 شقق متشطبين وفي محلات تحت في الدور الأول. السعر كام يا أستاذ محمد؟ سعر العمارة دي النهاردة عامل 3,250,000 جنيه. يلي بتسألني عن اللقطة، اللقطة موجودة. يلي بتسألني عن الفرصة، الفرصة موجودة وطول عمرها إن شاء الله تفضل موجودة في أي زمان وفي أي مكان. يلي منتظر فرصة واللي منتظر اللقطة، دايما الحاجة موجودة، بس اللي يدور عليها ويعرف امتى ينتهزها وامتى ينفذ فيها. هتجول شوية في المنطقة علشان نعرف احنا بنتكلم على ايه، وعلشان نعرف احنا بنتكلم فين. احنا ماشيين دلوقتي في شارع المدارس الرئيسي. اي شارع هيقابلنا على يمنا لو دخلنا فيه هيطلعنا على شارع شيراتون وشاطئ 5 والشواطئ اللي موجودة، وشاطئ 4 عند ميدان العروسة. المنطقة دي يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين محلات تجارية ومتكدسة بالبشر. لو دخلنا كده يمين اهو، دخلنا يمين اهو،
لو خدت الشارع ده لاخره، اخره خالص، انا شايفه بعيني اهو، فندق الباشا. فندق الباشا جنبه على طول هتلاقي فندق مينا مارك وفندق سيجل وشاطئ 5 والشواطئ والفنادق السياحية. اهي جولة من داخل المنطقة علشان تبقى عارف الدهاليز والشوارع الجانبية. منطقة المدارس، منطقة شيري، شارع الباشا، المربع ده يا جماعة كله كده على بعضه ماسك في بعضه، يعني اعتبروا منطقة واحدة بس مع اختلاف المسميات. طيب فين شارع شيري من هنا؟ شارع شيري جاي على اليمين اهو، اهو موضوع السكن او موضوع الاستثمار دي اذواق. في ناس بتحب الجو اللي احنا فيه ده دلوقتي، اللي هو الهيصة والزيطة والزمامير بتاعة العربيات ومحلات 24 ساعة، او شارع شيري اهو، او شارع شيري. يبقى احنا نستنتج من ايه؟ ان شارع شيري متفرع من المدارس، وشارع الباشا متفرع من المدارس، وكلهم على بعضهم دي كلها مسميات، بس دي كلها كده على بعض مربع واحد. ده شارع شيري اهو يا جماعه، دي منطقه شيري، هي اسمها منطقه شيري، هو مش شارع شيري لوحده، المنطقه منطقه شيري، بس الشارع الرئيسي المشهور فيها الشارع اللي احنا ماشيين فيه ده دلوقتي، لانه اتعمل ممشى. كان زمان العربيات بتمشي فيه راحه جايه، دلوقتي بقى ممشى كله محلات تجاريه وبازارات للناس اللي بتفكر في مشاريع تجاريه، والناس اللي بتفكر يشتري في الغردقه استوديو او شقه تجيب له دخل يأجرها طول السنه، يأجرها باليوم، يأجرها بالاسبوع، يأجرها بالشهر، هو والتسويق بتاعه. كده انت احنا نهايه الايه، الحته اللي العربيات بتمشي فيها كده، توقف عربيتك هنا وتنزل شارع شيري قدامك اهوت، تتمشى فيه، هيطلعك على طول على بعد 500 متر. الشارع ده من هنا لحد شارع شيراتون، شارع شيراتون انا شايفه اهو، يبقى شارع شيري متقاطع مع شيراتون والمدارس. هتنزل تتمشى شويه دول، بقيت في شارع شيراتون الفنادق السياحيه اللي هي روجينا والباشا، مينا مارك، سيجل، بيلا فيستا، وميدان العروسه، وشاطئ 4 وشاطئ 5 والملاهي، وعندك قدام شاطئ اورنج بيتش وفندق روما والهضبة. هو ده يا جماعة عاصمة البلد، قلب مدينة الغردقة. المربع اللي احنا فيه ده قلب مدينة الغردقة، منطقة شيري، المدارس، الباشا، الهضبة. ما بتسكتش المنطقة دي 24 ساعة، فيها بني ادمين ماشية راحة جاية، وفيها محلات فاتحة 24 ساعة، وكافيهات ومطاعم وفنادق وبحر وشواطئ، كل ما تتخيله موجود في المربع اللي احنا فيه ده. طبعا لسه بالنهار اللي نايم واللي في شغله اتفرج على الكافيهات دي من اول غروب الشمس كده، ما تلاقيش كرسي فاضي هنا. المنطقة السياحية في البلد هي المنطقة دي منطقة التجارة ومنطقة السياحة ومنطقة كل الناس، أجانب وعرب ومصريين، كل جنسيات العالم بتتقابل في المربع ده. كله بيجي شارع شيري وشارع شيراتون والباشا، كله بيتمشى هنا بالليل. احنا كده في شارع شيراتون، ده شارع شيراتون. ندخل يمين اللي جاي، علشان بس اعرفكم
ان كله هنا منفذ على بعضه. هو المنطقة دي كلها ماسكة في بعضها، المدارس والهضبة والباشا وشري دي كلها على بعضها حتة واحدة منفذة على بعضها، وشيراتون. دي الدهاليز. دخلنا من شارع شيراتون، اخر الشارع ده هتلاقي نفسك في المدارس. علشان تبقى قاعد مكانك شايف البلد وعايزك تحفظ البلد، طالما انت نويت تيجي سياحة للبلد او تستقر هنا، تبقى عارف على قدر الامكان حتى لو 50% معلومات عن الغردقة. دي منطقة شيري يا جماعة، اللي احنا ماشيين فيها دلوقتي منطقة شيري. خلص الشارع هتلاقي نفسك في شارع المدارس اهو. دخلنا يمين اهو كده شارع المدارس. وبكده تكون جولتنا النهاردة خلصت. كان معكم محمد الدويك من قناتكم محطة الغردقة، وألقاكم على خير في فيديوهات قادمة إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.